السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بقى النهاردة هعمل معاكم شوية بانيه، الأكلة اللي بنعملها أول 10 سنين جواز، وإن شاء الله بعد ما تشوفوها بطريقتي وهتعتمدوها باقي حياتكم إن شاء الله. أول حاجة أنا هنا غسلت البانيه، بس عايزة أقولك محلول النقع بيضيع يا جماعة الزفارة، وما يخليكيش يعني تلاقي فيها اي ريحه غير مرغوبه في حته الفراخ. عباره عن طبعا الميه ومعلقه طحينه ورشه قرفه صغيره وعصرة ليمونة وبتاع ده معلقة دقيق، وحطيه في الخلطة دي بس 10 دقايق كده، 5 دقايق. بعد كده اشطفيه عادي بقى بمية عادية يعني، وصفيه. لو مستعجلة جففيه. خلاص كده كده خلصنا من غسيله. تعالي بقى للخلطة بتاعته. بتاع ده بصلة مفرومة في الكبة أو مبشورة، المتاح يعني ليكي، وهتنزلي عليهم بقى بنص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كزبرة، نص معلقة بهارات فراخ او لحمة، ونص معلقة كركم بيدي ريحة جميلة وبيديله طعم حلو. وهنزل عليه بقى يعني ربع قرن فلفل كده، بيدي ريحة جميلة لقطعة الفراخ كده وانتي بتاكليها. يعني الفلفل هنا ما بيأثرش قوي في، يعني ما بتلاقيش مثلا حراق او حاجة، لا انتي بعد ما تضيفي الاضافة دي ان شاء الله هتعجبك يعني. انا بقى هعمل ايه؟ انا عايزة الخليط ده ينزل لي المية بتاعته، فهضطر ان انا يعني ادعكي كده بمعلقة بقى او بايدك علشان البصل ينزل لي المية بتاعته مع التوابل ويعليلي الطعم بتاع قطعة البانيه. هتنزلي عليه بقى بايه؟ هننزل عليه بكوبايتين من الزبادي، وهتعصري عليه عصرة ليمون. عصرة الليمونة دي في الحقيقة يعني لو انتي بتاكلي بانيه قبل كده في مطاعم هتلاقي نفس الطعم بتاع المطعم بالظبط، لانهم بيحطوا هناك يعني بيعصروا ليمون في الخلطة دي. ممنوع تحطي للبانيه وانتي بتعمليه توم، سواء توم باودر او توم عادي يعني فريش، علشان خاطر ده بيخليه يقلب على سمك يعني حاولي تخلي كل حاجة ليها الطعم بتاعها. انا هنزل هنا بقى بنص معلقة من الخل يعني كده، علشان خاطر الخل هو بقى اللي بيخليهولي جوسي من جوه، بيخلي قطعة البانيه كده من جوه وانت بتاكليها يعني فيها قطمة كده، بس يعني اللحم مستوي من جوه، محتفظ بالعصارة بتاعته من جوه. وهو ده بقى سر برضو من أسرار المطاعم، تلاقيه مقرمش من بره وطري من جوه، هو عشان خاطر الخل. قلبي بقى الخلطة دي كلها كده مع بعضها، وانزلي فيها بالبانيه بتاعك. يعني عايزة تسيبيه بقى 10 دقايق فيها اوكي، عايزة تسيبيه نص ساعة، عايزة تعمليه وتفرزيه على كده يعني عادي برضو، ما فيش مشاكل خالص. البصل عمره ما يطلع ريحة او كده، علشان خاطر احنا حاطين له التوابل والخل والليمون، هيمنعوا انه يعمل لي الريحة اللي هي غير مستحبة لما بيقعد في الفريزر يعني. تمام كده. انا خلاص بقى انا هنزل في العرايس بقى الجداد اللي بيعملوا البانيه، دايما يروحوا حاطين مثلا يعني مبيبقوش عارفين الحياء بتاع الخلطة ايه. لا، قبل ما تضيفي البانيه للتتبيله دوقيها يا ست الكل، شوفيها عايزه منك ملح قليل كتير، تبقى تظبطي الدنيا. عشان انا بشوف منشورات كتيره على الفيسبوك تقولك انا عملت البانيه وطلع حادق، انا عملته وطلع عادم، ويقولوا لها بقى الستات اغسلي الخلطه ورجعي من جديد اعملي. طب ليه؟ دوقيه بقى في المرحله اللي هي بتاعه التتبيله دي وشوفي عايز منك ايه. تمام كده. انا بقى هسيبه 10 دقايق وخلاص. عايزه تسيبيه بقى زي ما قلت لك براحتك عادي خالص. هو التتبيله دي ان شاء الله بتدي تست قوي، فمش محتاج ان هو يقعد فيها ساعات او حاجه يعني. التتبيله بقى الحاجات اللي انتوا بتحبوها، ان انا اوفر عليكم الوقت والمجهود. وكيس، هاتي كيس يا جماعه. الكيس هتضيفي لي فيه بقى كوبايتين من البقسماط، وانا البقسماط ده بقسماط عادي انا شارياه من الفرن عادي، مش جايبه اللي هو الاكياس. في الاكياس اللي هو الريتش بان ده او ريتش باك تقريبا،
بصراحة بيبقى أفضل كمان، لأنه الفاتح بقسماطه بتاعته فاتحة كده، لونها فاتح، فكمان بتفتح لي قطعة البانيه. بس أنا هنا طبعا زي ما قلتلك عادي بقسماط فرن عادي يعني، وهتضيفي عليه بقى ربع كوباية دقيق. هتقولي لي انتي بتحطي دقيق ليه؟ هقولك الدقيق ما بيحرقلكيش الزيت وما بيغمقلكيش قطعة البانيه، وفي نفس الوقت كمان ما بيدي طعم حلو كده، وبيخليش الكفر يسقط او يفك من على القطع يعني. المعلقه دي معلقه نشا يا جماعه، نحطها. النشا هو اللي بيخليه بقى ايه مقرمش من بره. ما تكتريش رجاء النشا وتحطي يعني كده بالبركه، لا، هي معلقه بالنسبه للمكونات اللي انا حطيتها دي، يعني بيبقى في نسبه وتناسب كده. انا حطيت دلوقتي بقى التوابل اللي انا حطيتها في التتبيله، بس زودت نسبه الكركم شويه عشان برضو يديني لون حلو. خلاص كده بقى خلطي الخلطه مع بعضيها، وهاتي البانيه بتاعك بقى وحاولي نعمل له الكفر. شوفي بقى، ادي شايفه بقى ميه البصل خلاص نزلت، والصوص اللي نازل منه ده قطعه الفراخ هتشربها. انزلي بقى في الكيس، والكيس بقى ميزته يا جماعه والله ميزه، مش توفير مواعين او حاجه، لا، زي ما قلت لكم في فيديو السمك قبل كده، لا، الكيس بيخليه القطعه متغلفه ومتكفره كده زي ما بيقولوا من كل ناحيه. شايفه؟ من غير ما تبهدلي ايدك ولا تبهدلي الدنيا اهو. بيخلي يعني حته البانيه متغلفه من كل ناحيه. هتمسكي الكيس ترجيه يمين وشمال، خلاص خلصتيها، هطلعيها بقى اهي. ويا ريت تلاحظوا معايا الحجم بتاع قطعه البانيه، ما شاء الله، يعني الحته كبيره عشان انا هصدمكم لما ينزل الزيت، هتشوفوا معايا حاجه، بس تابعوا معايا الفيديو للاخر. شايفه؟ انا بقى اخلص الكميه كلها مع نفسي. لو لقيتي قطعه بانيه كده تخينه شويه، السمك بتاع اللحم بتاعها عالي، بايدك كده دخليها جوه الكيس، وبايدك كده يعني دبدبي عليها كده زي كده المدب بتاع البتاع ده، البفتيك، بس بايدك عشان الفراخ طبعا ما بتستحملش. حطيه بقى 10 دقايق في الفريزر او في التلاجة يتشمع الخلطة تمسك عليه، الكفر اللي بره ما يفكش. لو عملتي الخطوة دي حطيه 10 دقايق في الفريزر. مرحلة القلي بقى يا جماعة ركزوا فيها شوية. الزيت بيكون يعني سخن، تقسيه بظهر بايدك كده، تمدي ايدك كده فوق طاسة الزيت وتشوفي الحرارة طالعة سخنة، انزلي بقى بالزيت. او ممكن تعملي حاجة، تاخدي حتة صغيرة كده من الخلطة اللي على البتاع وتحطيها في الطاسة. لو لقيتيها بتفور كده يبقى خلاص كده زيتك ايه تمام، ابتدي بقى اشتغلي عادي. شايفين بقى الصدمة بقى اللي اتصدمتها، اللي شفتوا انتوا البانيه الحتة كانت كبيرة ازاي وكانت مقفلة، يعني القطعتين قفلوا لي الطاسة. بسم الله ما شاء الله، بقدرة قادر كشت، معرفش في ايه، فضل يكش عامل زي البالونة لما بننفخها وبتفش كده. يعني بقدرة قادر دخلت واحدة تالتة صاحبتهم هي في النص، كفت الطاسة انها تاخد يعني 3 قطع. ايه بقى اللي خلى البانيه كش كده؟ انا سألت فيها واحد قال لي انه بيبقوا مشربين، يعني الناس الفرارجية الله يسامحهم بقى ويصلحهم يعني ويهديهم، بيحطوا فيها مية، بيحطوا مية عشان القطعة يعني توزن وتعمل. فشايفة اول ما شم الزيت كش خالص. تمام كده خلاص انا قلبته. يا جماعه، في يعني عشان خاطر المبتدئين، العرايس المبتدئين بقى اللي بيزهقوا العرسان بالوجبه دي، يا ريت لما تقلي البانيه بلاش تعمليه بشوكه. يعني انا بشوف ناس بتطلعه بشوكه، لا، الشوكه هتعمل الكفر، هتهريلك الكفر اللي بره ده وهيتقطع منك. لما تيجي تحطي البانيه يا ريت تنفضيه من البقسماط عشان الزيت ما يتحرقش. تمام كده خلاص بقى انا بكمل الكميه عادي. في لقطه جت كده، يعني البانيه انا بطلعه على مصفى، ما تطلعيش اي حاجه بتتحمر عايزاها مقرمشه على مناديل او ورق.
شايفين بقى ما شاء الله البانيه لونه عامل ازاي، من غير بيض ولا لبن ولا وجع القلب ده كله. سهلت عليكي ولا ما سهلتش؟ فيا ريت بقى لو عجبك الفيديو تنسيش اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركة. شايفة قطعة البانيه ما شاء الله مقرمشة من بره وجوسي خالص وطرية من جوه، وطعمت السنين فيها بألف هنا